كلمتين على ماشي النهارده عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا جزء لا يتجزأ من الحياه، وانتم بتشوفوني من السوشيال ميديا، بس ازاي نفضل طبيعيين ومتزنين نفسيا واحنا على السوشيال ميديا؟ الناس اللي بتفتح السوشيال ميديا بعد شويه، بعد كام فتره من كل يوم بيبتدوا يحسوا انهم مخنوقين ومتضايقين جدا. نعمل ايه عشان ما نوصلش للمرحله دي؟ هقول لكم على 5 حاجات لو عملناها السوشيال ميديا مش هيبقى مكان مخيف وديبريسنج، يعني كئيب قوي كده. 1، المقارنة. لازم نبطل المقارنة مع كل الناس. افتكر كويس قوي انه الناس دي حاطة على السوشيال ميديا احسن جزء من يومها، فالمقارنة ممنوعة، وهي دي أس المصايب. 2، اوعى تستمد قيمتك كبني آدم أو كشخص من السوشيال ميديا. أكبر غلطة إنه اللايكات، الكومنتات، إنه أنا يعني بدام عندي فيوهات كتير، أو بدام أنا شخص الناس بتتابعني كتير، يبقى أنا ليا قيمة. مش شرط خالص، إطلاقا. والإكزامبلز يعني الأمثلة كتير قوي. فما تاخدش قيمتك من أي حد عامة ومن السوشيال ميديا. استمد ثقتك بنفسك وقيمتك من جوه مش من بره. 3، بلاش تتأثروا قوي بالكومنتس، ولا بالإيجابيات ولا بالسلبيات. يعني مش كلمة تطلعني فوق وكلمة تنزلني الأرض. أنا متزن ومش بتأثر. الإيجابيات هسمعها وكل حاجة، لكن مش هتغر، والسلبيات هفهمها لو هي نقد بناء حقيقي، لكن مش هتأثر بيها ومش هتضايق ومش هقعد اعيط لا. 4، ومهمة جدا، ما تبقيش طرف في أي جدال، لأنه الجدال النونسنس اللي هو ولا شيء ده اللي على السوشيال ميديا ساحب، بيشفط الطاقة والإيجابيات يعني والحالة النفسية جدا. أول ما تلاقي ديبيت أو إنه في جدال رايح جاي، اجري وما تبصش وراك. 5، لازم ولا بد تحديد عدد الساعات اللي بنقضيها اونلاين في السوشيال ميديا. كمان محتاج تليمت الناس اللي انت بتعمل لها فولو. لو حد بيعمل لك يعني انت بتعمل له فولو او بتتابعه وبتحس ان هو لا، الفرجه عليه بتخليني متضايق، بتخليني كاره حياتي، بتخليني مش مبسوط ومضغوط، وان هو ليه انا مش كده، unfollow immediately. ولو انت مش عايز تضايقه قوي اعمل ميوت. لكن مهم جدا نبقى very selective، نختار جدا مين اللي نتابعه على السوشيال ميديا وبحرص شديد.